برضه هنطلع قلتي ان انت مهتمه بمعرفه المجتمع عن طريق متابعه اعلامه وفنه. ده حقيقي. طول الوقت احنا عندنا معلومات اللي بتتقال ويا ريت يبقى عندنا اهتمام في صحفنا، يعني بما انك بتشتغلي على الملف ده انه يبقى في حاجه حقيقي، يعني شغل حقيقي على الملف مش وفقا للظروف او الاحداث. ان اسرائيل معنيه بسرقه موسيقانا، اكلتنا، فننا وفنانين الكبار وحاجات من هذا النوع. ده حقيقي ولا مبالغ فيه؟ سيرة المزيكا بالذات عندهم ليها وضع خاص، ليها وضع ديني خليني اقول، يعني بمعنى ان هو عنده من ضمن الاسفار في التوراة ان المزيكا حرام، وعلشان تكون حلال لازم يغنى عليها كلام التوراة. فهو لما ياخد مزيكا شرقية ويشيل كلام المطرب ويحط كلام عبري حتى لو ما كانش توراة، هو كده طهر المزيكا. فكده هو يعني عمل حاجه كويسه. بس ده قريب جدا من فكر السلفيين على فكره. بالنسبه، ما هم اليهود المتطرف على فكره بالمناسبه يشبه كثيرا المتطرفين في الاسلام، يعني التطرف عموما، يعني التطرف اليهودي في بعض الافكار تلاقيها بتسمع ده حقيقي. فهو سرقه المزيكا عنده لدوافع دينيه ولدواعي دينيه وليست للفن من اجل الفن، غير بقيه الفنون. حتى يعني الجزء اللي مش متدين في المجتمع لا، هو في ناس بتتعامل مع الموضوع ببساطه، يعني الاغنيه حلوه فنسمعها بصوت مطربنا احسن ما نسمعها بصوت المطرب المصري او المطرب العربي، مش بيبصوا لها انها سرقه. اكيد يعني حد سرق ارض كامله وحد سرق دوله، يعني مش هتصعب عليه اغنيه. عندك حق والله. اكيد يعني. لا اصل ساعات المصريين بيبقوا منزعجين جدا انهم سجلوا الطعميه والملوخيه، يعني مفردات كده صغيره يعني لا يعني عايز الطعميه والملوخيه اصلا منتشره في بلاد كتير كمان، يعني مش اسرائيل بس طيب. المزيكا عشان الفن بتاعنا ده التراث بتاعنا اعتقد. طيب اي مواطن مصري، لان انت عارفه كمان ان احنا عندنا دايما الهروب من الواقع بالاهتمام بقضايا الخارج. بدل ما تواجه قضاياك الحقيقيه لا شيل الشماعه الكبيره عشان تبقى واد شيك كده ومثقف، فتلاقيه سايب شأنه وبيتكلم في القضيه الفلسطينيه، سايب شأنه وبيتكلم في الصراع العربي الاسرائيلي بوصفه صراع مقدس وغير قابل للكلام. انا هنا معنيه شويه للقطاع ده من الشباب بتاعنا الجديد. ما بقاش على فكره والله من ساعه ثوره 25 يناير بقى اهتمام الشباب اكتر باحوال البلد، يعني بقى في وعي مره واحده، الشباب طول الوقت بقت مهتمه بالسياسه، وبقت كل الناس عارفه في السياسه، كل الناس فاهمه في السياسه، والشباب طول الوقت بقوا منقسمين بقى وضد بعض ومع بعض وحاجات كده. بقى الاهتمام بالشأن الخارجي اقل، يعني الكلام دوت كان قبل ثوره 25 يناير كانت الناس بتهتم بالشأن الدولي والشأن الخارجي. رجعت اشوف شويه على بعض الصفحات الشخصيه، يعني انه حد بيقول لك اوعوا ننسى مجازر قانا، اوعوا ننسى اللي اسرائيل عملته في صبرا وشتيله. يعني فقلت ايه النغمه دي راجعه تاني يعني. والله مش ما شفتهاش بصراحه، يعني اللي انا رصدته طول الوقت ان طول الوقت الناس بتتكلم على البلد. حتى انا لما جيت اتخصص في الشأن الاسرائيلي بالمناسبه انا ابتديت اكتر اركز كان بعد الثوره، فكنت بدايه دراستي العبريه وبدايه دراسه الماجستير كان بعد ثوره 25 يناير. فلاحظت الناس كلها بتقول لي انت سايبه البلد وبتتكلمي في الشأن الاسرائيلي. فهي مش فكره سايبه البلد، هي فكره ان اسرائيل عدوك وهيفضل طول الوقت عدوك. وانا لما بكتب عن عدوي انا مش بكتب عن عدوي عشان انا مهمومه بيه ومش فاضيه لبلدي، لا انا بكتب عن عدوي عشان بلدي في الاخر. المهم تقفي من الشط الثاني وتشوفي القضيه. عندنا ناس كتير جدا بتهتم، يعني مهتمه بالبلد ومهتمه بقضايا البلد، انا اهتم بقضايا البلد بس من الجهه الزاويه اخرى. بالظبط. طب انا هسالك ازاي شفتيها من الزاويه الاخرى، بس كمان بما انك قلتي ان الشباب المصري بقى معني بالسياسه وانت دارسه سياسه بالاساس، ايه ملاحظاتك على تعلق الشباب المصري بالسياسه؟ لانه في حقيقه الامر بعض المحللين بيقولوا ان هو مش تعلق بالسياسه، لا هو تعلق بفكره ان انا يبقى لي دور. يعني الفيسبوك وتويتر مثلا مواقع التواصل الاجتماعي صنعت ابطال من لا ابطال، بقى اي حد يقدر يقول اي حاجه، واي حد بقى عنده اراء، واي حد يقدر يحلل، واي حد يقدر ينتقد. ده ما كانش موجود قبل كده. ثوره التكنولوجيا قبل كده ما كانتش متدي المساحه دي، كانت المساحه دي للاعلاميين بس، ان انت بس كاعلاميه تقدري تقولي رايك. دلوقتي بقينا جميعنا كلنا اعلاميين وكلنا ابطال وكلنا جفاره، يعني اي حد يقدر يعمل اي بطوله في طول الوقت على الفيسبوك، وطالما في ناس بتقول له اوكي وبرافو وشير وكومنت فانت ماشي صح كده، خلاص كمل انت بطل. طيب وفقا للمعايير العلميه تقولي لهم ايه وانت شابه وبلغتهم وبطريقتكم؟ انا عندي مشكله ان الشباب مش بتذاكر. يعني الدراسه، هو ناس كتير جدا ما بقتش مؤمنه اكتر بالتعليم وبالدراسه عايزه اقول حاجه ان الثقافه غير الدراسه كمان، يعني انت مهم انك تدرس ومهم انك تبقى مثقف وتقرا كتير. لازم نقرا كتير قبل ما ننتقد. انا بفاجئ ان في ناس بتسمع كلام من بعض مجرد ثقافه شفهيه. بالظبط، لكن مفيش عمق، مفيش انك عارف هل انت قبل ما تنتقد حدث او تنتقد وضع هل انت عارف تداعياته وعارف اسبابه وعارف بداياته كانت ايه؟ يعني ذاكرت عشان تقول رايك ولا انت بتقول رايك بس من الاخر سطر؟ يعني انا عايزاك بالظبط، يعني هو عشان تقول رايك من اخر سطر لازم تكون عارف اللي مكتوب في الكتاب كله.
فدي عندي مشكله الشباب، السرعه. وعلى فكره بالمناسبه الانترنت والتكنولوجيا والتكنولوجيا المعلومات ساعدت اكتر على ان الناس ما تقراش، لان بقى الخبر بعد انا كنت صحفيه بكتب خبر 150 كلمه في جورنال، بقيت بكتبه على الموقع 50 كلمه، واحيانا بقى في الخبر العاجل السطر، فبكتب 15 كاركتر. بتكلم في صحافه يعني مش بتكلم كاعلام، كماده انت بتقدميها للناس. فماده الانترنت بتخلي انك المضمون بقى مختصر، فطول ما هو مختصر احنا فرحانين انه مختصر وكتير، لا هو مختصر وبلا تفاصيل وبلا قضيه وبلا رؤيه، فمختصر. فاللي بيقرا لك السطر ده بس، فانت ما قدرتيش تديله المعلومه كامله، فما تجيش تلوميه بعد كده ان هو بيقول ليه كده. ما قدرش يفهم المساله بشكل فهو ده خلى الناس تستسهل. الكتاب بقى بعد ما كان الناس بتقرا كتاب 200 صفحه بقى في ملخص للكتاب نشوف من على الانترنت وخلاص. الخبر الصحفي الجورنال بقى 24 صفحه، دلوقتي بقى احنا نبص على المواقع نشوف العناوين. طب شبابنا اللي حضرتك راصده الملاحظات دي، ده نفس الحال على الشباب الاسرائيلي؟ لا خالص، الشباب الاسرائيلي ارجوكي بقى انا عايزاكي تخليهم يستفيقوا، مش عشان ده عدونا زي ما انت وصفتي. مش علشان بشكر في الشباب الاسرائيلي بس الشباب الاسرائيلي بحكم الظروف اللي هو عايش فيها هو طول الوقت خايف وطول الوقت قلقان وطول الوقت عنده اداره وعنده اعلام بيشتغلوا للبلد. يعني اعلام الاسرائيلي بيعمل لصالح الاداره الاسرائيليه، حتى لو اعلام معارض. حتى لو اعلام معارض يبقى معارض صح، يبقى مش معارض غلط، معارض يفهمك الصح، ومعارض واقف مع البلد، مش واقف مع اتجاهات انت مش عارفه يعني انت كده لاول مره نقدر نفهم اللي حصل في فرنسا في شارلي ابدو، اللي كانوا ضد الاداء العنيف من الدوله الفرنسيه المباشر، يعني حرمنا من التحقيق. احنا ما عرفناش اللي اتقتلوا دول هم كده يعني بالفعل ولا ايه اللي حصل، بس ما حدش طلع ياكل فيهم. بالظبط، هو دي. واسرائيل نفس الكلام، يعني اسرائيل يخطئ نتنياهو، يرتكب اخطاء رهيبه فدحة. ذنوب. انا بعتبر اخطاء نتنياهو مش اخطاء، دي ذنوب، ولكن الاعلام عندما يتناولها بأي شكل؟ يتناولها بالشكل اللي بيفهم بيه الجمهور الغلط بتاعه، لكن ما يخلوش يوصل لمرحله ان هو يهدم الاداره فتقع الدوله في حته ان انت فراغ. بلا اداره. ليه العرب هم اسير الوقوع في الفخ ده؟ يعني انت شايفه لبنان دوله وقعت في الفخ اكيد، وسوريا والعراق. لا بس لبنان نموذج مختلف باعتباره الدوله لسه يعني مفترض انها موجوده بالظبط بشكل افتراضي يعني فيرتشوال. ليه العرب سهل يلعبوا في دماغنا كده؟ لان التكنولوجيا دي جت من الغرب اللي جسروا في صدرها لك. ما هو اللي صدر لك الفكره اصلا هو عارف هو بيعمل ايه. يعني بمعنى ان هو عايز طول الوقت، هو مش احنا لما قلنا العولمه وفرحنا كلنا بالعولمه، مين اللي استفاد من العولمه ومين اللي خسر؟ هل احنا اللي استفدنا؟ لا، احنا ما خدناش من الغرب اي حاجه. العولمه في غياب المضمون. بالظبط، احنا كنا بنسقف احنا ما خدناش من العولمه حاجه. اللي صدر لك العولمه هو واستفاد بانهيارك انت بسبب العولمه. يعني هو اللي صدر لك فكره العولمه، هو اللي عارف ان هو كان هيصدر لك فكره لا تناسبك وفكره هتجعلك تنهاري في المستقبل القريب، وانهارتي فهو اللي استفاد. فاحنا كنا مش مجهزين، يعني الانفتاح قوي اللي حصل للدول العربيه احنا ما كناش مستعدين له. خليني اقول بمنتهى الصراحه. فلما حصل الانفتاح الكبير فاي حاجه ممكن تحصل. طيب. فبقت فرصه. ولادنا دول اللي المفروض انهم بيتعلموا كويس وكتير منهم بيروحوا تعليم خاص وجامعات مهمه وكذا، برغم ان هم بيتاح ليهم يشوفوا النماذج دي بره، لكن انت بتسمعي من كل هذه الشرائح الاصوات اللي معنيه بهدم الدوله لحد دلوقتي. بالنسبه للتعليم بس، عشان في عندنا برضه مشكله كبيره في التعليم، يعني التعليم الخاص والجامعات الغاليه والجامعات الحكوميه. يعني انا دخلت جامعات بحكم اني انا درست في جامعه وماجستير بتاعي كان في جامعه، وخلال الجامعتين لفيت على عدد من الجامعات علشان احضر الرساله بتاعتي، وكنت بدي محاضرات وكده. لا، التعليم عندنا في مشكله. طلبه الجامعه فاهمين التعليم غلط. هو فاهم التعليم، هو عنده فكره مسبقه ان انا اخش 4 سنين هفضل قاعد في الكافيتيريا وقاعد مع اصحابي، هخلص ال4 سنين مش هلاقي شغل غير بواسطه. فطول ما انت عندك الفكره دي عمرك ما هتتعلم، عمرك ما هتخش محاضره، عمرك ما هتسمع الدكتور حتى لو الدكتور ده بيقول اي حاجه. فاحنا عندنا برضو اصلا مشكله في الثقافه بتاعتنا، ان الشباب عندنا فاهم التعليم غلط. يعني فاحنا مصدرين له طول الوقت فكره ان مفيش تعليم، وان فكره ان هو هيشتغل عشان يشتغل مش هيشتغل بشهادته، واللي هيتخرج من هندسه هيشتغل حاجه ثانيه. فهو طول الوقت فاهم ان هو هيتعب نفسه ليه طالما هو في الاخر مش هيشتغل، او لو اشتغل هيشتغل شغلانه غير اللي هو درسها، وهو بيخش اصلا كليه هو مش عايزها عشان يشتغل شغلانه هو مش عارفها. فهي القصه كلها ثقافه. طب ايه اللي مطلوب يعني؟ ازاي نقدر نساعد؟ لا، احنا من خلاص الجيل ده بقى نسيبه ونشوف الاطفال بقى، الجيل الجديد اللي نبتدي نشتغل عليه. طبعا، ده اللي فيه الامل. طبعا الجيل اللي احنا فيه بعض النماذج الايجابيه اكيد طبعا يعني. وفي ناس، احنا جيل برضو مظلوم، خليني اقول
يعني احنا جيلنا دلوقتي دوت جيل مظلوم، لانه بأمارة ايه؟ لا جيل الثورتين ده اللي هو عاش الفتره اللي فاتت دي كلها بكل التغيرات اللي حصلت في البلد، طبعا خلت في وقت الظروف الاقتصاديه في البلد صعبه شويه، اللي كان مخلص كليه وعنده امل انه يشتغل تفاجئ ان البلد فيها حاجات يشتغلوا احلى شغل، حرام عليكي. الناس وناس ده كلهم دلوقتي اللي مش عاجبه يشتغل. انت سمعت الرئيس في عيد العمال لما قال بيقولوا لي ما فيش عماله في مصر؟ انت عارفه ده معناه ايه بقى؟ بما انك اتكلمتي عن العولمه والجات والاتفاقات الدوليه والحاجات دي كلها، ده معناه ببساطه شديده ان الشركات الدوليه اللي التزمت بمواعيد تسليم زي سيمنز مثلا لو لقت العماله المصريه غير مدربه مش هتدربها. أكيد. ولو لقتها عماله تعيسه بتعتمد على فكره التراخي يعني وعدم اتقان العمل هتعمل ايه؟ هتبقى مضطره، هي ملتزمه، فمش هتضحي بسمعه الشركه عشان سواد عينين شبابنا اللي مستني. ما انت ده انا محتاجاك تفسريهولي، لان مش السوري برضو جه مصر واشتغل وبياكل عيش والمجتمع المصري قبله، والصيني كان قبليه. ما هو الفكره وشبابنا قاعدين على المقاهي. طب ما هو ليه؟ ما انا هي ليه؟ انت اللي هتقولي لي ليه، ده جيلكوا اللي انت بتقولي لي ده مظلوم. لا ما هو مظلوم، ما هو ليه الشباب السوري جه واشتغل عشان احنا عندنا قطاع كبير من الشباب ما عندوش الطاقه اللي يقدر ان هو يشيل على كتفه كيس فيه هدوم ويلف بيه على البيوت ويطلع. مش كل الناس عندها الطاقه دي، مش كل الشباب بتاعنا عنده الطاقه دي. الدول بتبنى ازاي يعني؟ هنعمل ايه؟ في ناس عندها، في ناس تقدر تعمل ده، وفي ناس تانية انا اللي شفتهم اولا حسب انا تعاملاتي انا المحدوده يعني، انا ما قابلتش نوعيات من الشباب كتيره اللي عندها نفسها طويل. شبابنا نفسه شويه قصير. الزمن هيعمل فيه ايه؟ ما تقوليليش بقى مظلوم، لان ده المتاح. هديكي مثال ليه؟ هديكي مثال. انت اكيد، وهسالك قبل ما الوقت يخلص، اكيد اتعرضتي نتيجه اختيارك اللي هو اختيارك الحر. انا اتبهدلت مش اتعرضت. مش كده؟ اختيارك الحر لدراسه الشان الاسرائيلي هيحطك تحت ضغوط ليها علاقه باتجاهات امنيه، لان دي اسرائيل اكيد. في الاخير انت مصنفاها عدو، وهي بتشوفك وبترصدك، وبيحطك تحت ضغوط من نوع اخر، نوعيه العمل والاماكن القليله اللي موجوده. لا انا ضغوط من اول بقى، لو هنتكلم عن ضغوط، لا انا كساره تعرضت لها ضغوط كانك انت كبنت عشان تشتغلي صحفيه، فبتبقى شويه الصحافه مهنه بتخليكي طول الوقت منفتحه، بتعملي حاجات كتيره، بتتاخري، بتروحي اماكن كتيره، بتقابلي ناس كتيره. مش كل الناس على اختيار. طبعا صحافه انا لحد الموت هشتغل صحفيه، ده موضوع تاني. بعد الصحافه اخترت الشؤون الاسرائيليه، فالشؤون يعني بنت وصحفيه وكمان اسرائيل. حلو. اخترت لا اسرائيل. ليه البنت عندها النفس ده والشباب قاعدين على القهوه يا ستي؟ ما ترجعيش تقولي لنا بقى والله ما عارفه مظلوم بأمارة ايه؟ انا بحاول اقف جنبهم. انا لا ارجوكي، في واقع برضو، في واقع فرض عليهم حاجات مش كل الناس استحملتها. يعني خليني اقول ان الواقع اللي هم عايشين فيه محتاج نفس طويل، مش كل الناس عندها النفس ده. انصحيهم بحكم ان عندك تجربه اسرائيل، الدوله المجاوره واللي مجتمعها عنده تركيبات كتير، وعندك احتكاك جيلك في الشارع في التجربه اللي عشناها، ومن معرفتك بالملف الاسرائيلي انت عارفه بكره شويه يعني شكله ايه نتيجه الاقليم، يعني ده وضع انا حسب تجربتي انا ما فيش حلم ما بيتحققش، طالما قدرتي تحلميه هتقدري تحققيه. يعني خيالك طالما وصل لحاجه اعرفي ان هي ممكن في قابليه انها تتنفذ. ممكن افشل مره 2 3، بس اكيد طول ما انا عندي اصرار وطول ما انا مؤمنه بنفسي، المهم ان انا اكون عارفه انا بعرف اعمل ايه. ما بقاش مديه نفسي اكبر من حجمي، يبقى فاهمه كويس قوي انا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه، واروح للحاجه اللي بعرف اعملها كويس وانمي نفسي فيها واشتغل واذاكر وادرس. انا مؤمنه جدا بالتعليم، يعني مؤمنه جدا بان كل حاجه لازم تدرس. الفطره والموهبه الحاجه بتاعت ربنا دي مهمه، ولكن بدون علم وبدون دراسه انت ما عملتيش اي حاجه. امتلاك الادوات، التجربه والخطا. هجرب، مش كل الحاجات هتبقى زي ما انا عايزه، ومش كل الحاجات هتبقى زي ما انا متخيلاها. الناس مش على مزاجي طول الوقت، والشغل مش زي ما انا متخيله، ولازم يبقى والمرتب مش زي ما قالوا لك. لا بلاش الفلوس خالص. حضرتك عارفه الشباب بيطلعوا متخيلين ان اول مرتب ياخدوه لازم اقل حاجه يكون 3000 4000 جنيه، ده المتواضع. لا ده انا قعدت سنه بشتغل من غير فلوس يعني، وسنه باخد فلوس ما كنتش عارفه هي فلوس ولا مش فلوس. انا اول فلوس خدتها في حياتي كانت 200 جنيه يعني عادي. بس وكنت مبسوطه بيهم جدا، وفضلت شايله الظرف اللي انا كنت خدتهم فيه لحد النهارده، فاكراه. واحسن 200 جنيه انا مسكتها في حياتي، كانت اول موضوع صحفي كتبته. اول شهر شغل، مش موضوع، كان شهر شغل ب 200 جنيه. فده لا يعني الحاجات دي ليها قيمه دلوقتي يعني. عندك شعور ان شبابنا هيعدوا اللحظه؟ لانه اللحظه طالت، احنا بقى لنا 4 سنين تقريبا يعني. هيعدوا يعني اكيد. والله انا زي ما انا عندي نظره متشائمه شويه، بيبقى عندي نظره متفائله. لا انا متفائله جدا والله. انا غصب عني عندي شويه احباط، بس لان انا من اللي بشوفه من اللي بسمعه من الناس كتير، حتى بلاقي ناس بتكلمني على الفيسبوك، بنات صغيرين وولاد، يقولوا لي احنا في الجامعه في كليه اعلام سنه اولى سنه ثانيه، طب احنا عايزين نتدرب، احنا عايزين نعمل. الناس دي انا بحاول بقدر الامكان ان انا اساعدها باي حاجه،
وبحاول ببقى حاسه اللي هم فيه، لان انا في يوم من الايام كنت عايزه حد ياخدني يدربني في اي جورنان، حتى لو مش هكتب مش هشوف اسمي، بس فكره ان انا داخله جورنان وطالعه من جورنان وبشوف قدامي جورنان بيتعمل، حتى لو يعني الموضوع كان بادئ عندي من تحت الصفر يعني. ففعلا بلاقي حاجات زي كده، وفي ناس تقعد تحكي لي بتقول لي احنا رحنا اشتغلنا في جورنان 3-4 شهور وخدناش فلوس ومشينا. اقول له معلش طبيعي جدا على فكره كل الناس ما الناس بتجيلها. انت اشتغلتي كده، انا اشتغلت سنه حضرتك انا اشتغلت اكتر من سنه واكتشفت ان انا رعناء اصلا. لا انا سنه، لان كان في ناس بدات تظبط يعني تظبط حياتها وانا لا عادي. ده انا السنه دي كان في ناس شغاله يعني معايا من شهور ظبطت وضعها واحنا ما انتبهناش ولا اي حاجه، انا ما فهمتش اي حاجه بالظبط كده. بس في التجربه الثانيه كنت احسن، وفي التجربه الثالثه بقيت احسن واحسن لحد ما انا لحد دلوقتي يعني. ده مهم، هو ده الاستعجال، ومقابل الاستعجال لا مفيش يأس، هي الفكره ان انا خلاص قررت ابقى حاجه هبقى حاجه. وابص على الناس اللي نجحت، يعني كتير قوي انا مهتمه جدا بقرايه السير الذاتيه بتاعت الناجحين، سواء حتى في مجالي او في اي مجال اخر. اشوف العظماء بقوا عظماء ازاي، والناجحين نجحوا ازاي، وبلاقي ان الناس الناجحين اللي هم كانوا ابتدوا من كميه فشل مش طبيعيه وصلت لنجاح. هل الشباب الاسرائيلي بيعيش بطريقه اسهل من شبابنا؟ لا، ده عنده ضغوط تانية احنا مش عندنا. ده احنا بالنسبه للشباب الاسرائيلي شباب مرفه. بسرعه اعمل لهم مقارنه بعد. الشباب الاسرائيلي مضغوط في الجيش طول الوقت، بعد ثانويه عامه مبدئيا لازم تقولي هو مطلوب لحد هو بعد 18 سنه التجنيد 3 سنين، ما عندوش بقى سنه ظابط وثلاثه وما عندوش روح اتعلم في الجامعه وتعالى. لا ما فيش الكلام. بعد ثانويه عامه بيدخل ظابط في الجيش ويظل مطلوبا على الاحتياط لحد 35 سنه، وبعد ال 35 سنه لحد 65 سنه بيبقى فيه مطلوب على بعض مأموريات خاصه. في اعلان الطوارئ كل الناس بيتم استدعائها. الجيش عندهم مش احنا عندنا اللي بيخرج بره الجيش وبيتم استدعائه بيستدعى 3 أسابيع او اسبوعين اعتقد، لا ده بيستدعى 3 شهور ويمكن اكتر كمان. هو طول الوقت عايش ان هو عارف ان في قذيفه جايه وان في حرب وان في حد، على حسب برضو التهديدات اللي بتجيله من الاداره، هو طول الوقت عارف انه هيموت. طول الوقت الاعلام بيصور له فكره انك انت كل اللي حواليك اعدائك، فانت كل الناس مترصده لك، فهو مش عارف يعيش بامان. بالمناسبه الشباب الاسرائيلي شباب خايف جدا، اعلى معدلات الانتحار في الشباب الاسرائيلي. البطاله بالمناسبه بيتهربوا من الجيش زي اللي بيتباهوا. بيتهربوا من الجيش، بس بخدع بيعملوا ان هم متدينين، لان عندهم هناك في قانون هناك ان اليهودي المتدين الحريديمي لا يدخل الجيش، ملوش تجنيد. فبيعملوا بس عنده وظيفه ثانيه. لا مش وظيفه، هو بيقعد في البيت يقرا التوراه وياخد فلوس كل اسبوع ويخلف عيال. وعلى كل عيل له $35 بالظبط كده. عرفتي بقى؟ فله دور، عنده وظيفه. ولادنا هنا هيتكبروا حتى على الوظيفه دي. بشكرك يا ساره، اتبسطت جدا بالحوار معاكي، ويا رب شباب كتير يعني يبقى يفرح كده ويختار. ما حدش قال لك اختاري حاجه، احنا مبسوطين باختيارك، بانك جاده في اختيارك، هو ده الاهم. ميرسي جدا ليكي، انا مبسوطه ان كنت معاكي النهارده. ربنا يخليكي. ميرسي جدا. الصحفيه والباحثه في الشان الاسرائيلي ساره شريف، نورتيني. شكرا. وربما في مرات تانية بقى نعرف بعض التفاصيل ونكلمك كمتخصصه عن إسرائيل مش كشابه. نعمل حلقه متخصصه. بشكركم على كل الطاقه الايجابيه اللي بتحسسني ان كل جهد بنبذله بيوصل لكم، ويا رب ربنا يوفقنا. وهنوعد بعض انا وانتم زي ما احنا كل جمعه بنقرا سوره الكهف، المره دي هنقرا يعني سوره محمد، سوره الرحمه. وبعد ما نهديها لانفسنا واللي احنا عايزين نهديها لهم، انا نفسي كمان تهدوها للقائم على التغيير. عايزاكم تدعوا له بهدوء النفس علشان يصل الى اتخاذ القرارات وهو عنده ثقه ان ظهيره اللي ساره بتقول لنا ان كل حاجه في بلدنا بتجننا، ان مفيش حاله هدوء، مفيش حاله استقرار، مفيش حاله قبول، طول الوقت في شوشره وفي ازعاج. نشيل الحكايه دي شويه، لان ده جزء من دورنا الحقيقي، ده جزء من مسؤولياتنا. ان شاء الله ربنا يديني ويديكم طول العمر، ونتقابل يوم الاحد. الى اللقاء.